الركلة دي كانت الشرارة اللي ولعت حرب أهلية وقتلت 100,000 إنسان ودمرت دولة كاملة. في 13 مايو سنة 1990 ملعب ماكسيمير في مدينة زغرب الكرواتية مباراة كرة عادية في الدوري اليوغوسلافي، دينامو زغرب ضد ريد ستار. عدى الشوط الأول بسلام، بس الشوط الثاني ما كانش عادي خالص. بوبان قلب فريق دينامو زغرب، نجم المنتخب اليوغوسلافي، لاعب عمره 21 سنة، مستقبله قدامه. شاف شرطي صربي بيضرب مشجع كرواتي على الأرض. بوبان اللاعب الكرواتي شاف مشجع بلده بيحصل فيه كده، جري بسرعة من غير ما يفكر، رفع رجله وركل الشرطي ركلة طائرة في صدره، يعني بالبلدي كده اداله ضربة في صدره زي بتوع الكاراتيه كده. ضيره فين؟ قدام 40,000 متفرج يا مؤمن. هل 40,000 يسكتوا؟ لا، الملعب انفجر حرفيا. الشرطة هجمت على كل المشجعين. المباراة طبعا اتلغت. بوبان اتطرد اقل حاجة، اتعاقب اقل حاجة، اتحرم من اللعب 9 شهور اقل حاجة. لكن الاهم، هو في اهم؟ ايوه، احنا لسه ما بدأناش. الركلة دي كانت الشرارة اللي ولعت حرب أهلية، قتلت 100,000 إنسان ودمرت دولة كاملة اسمها يوغوسلافيا. دي مش قصة ركلة، دي قصة ازاي كرة القدم بقت أخطر من الحرب نفسها. عشان نفهم ليه ركلة واحدة قدرت تفجر دولة، لازم نفهم الأول إيه هي يوغوسلافيا. يوغوسلافيا باللغة السلفية اللي هي اللغة اللي بيتكلموا بيها، يعني الجنوب، كانت دولة في دول البلقان، وهي مجموعة دول بيمر بيها سلسلة جبال البلقان. وبالمناسبة بلقان يعني الجبل بالتركي. الدولة دي كانت في جنوب شرق أوروبا، اتأسست بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918، لأن الفترة دي كانت فترة انهيار الإمبراطوريات اللي كانت بتسيطر على المنطقة. فمن الفراغ السياسي ده تكونت يوغوسلافيا كحل سياسي بيجمع شعوب متشابهة في اللغة والعرق في كيان واحد يحميهم من الأطماع. يعني باختصار كده يا معلم، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا، اجتمعوا كلهم عشان يبقوا بلد واحدة، بيعملوا بمبدأ الاتحاد قوة، وكانوا شايفين قوة الاتحاد السوفيتي قصادهم، فقالوا ليه لا. فترأست الزعامة صربيا اللي كانت بتشبه نفسها بروسيا اللي كانت زعيمة الاتحاد السوفيتي، لأنها بتمتلك جيش قوي وحكومة مستقرة. بس على قد التشابه في اللغة والعرق، كان في ثقافات مختلفة وأديان مختلفة. يعني مثلا مسلمين في البوسنة، في مسيحيين أرثوذكس في صربيا، في مسيحيين كاثوليك في كرواتيا. طيب ازاي دولة بالتنوع ده قدرت تعيش مع بعض؟ الإجابة جوزيف تيتو. تيتو كان الزعيم الشيوعي اللي حكم يوغوسلافيا من 1945 ل 1980. راجل حديدي ديكتاتوري لكن ذكي. كان بيقول شعار واحد: احنا مش صرب ولا كروات ولا بوسنيين، احنا يوغوسلاف. فرض الوحدة بالقوة، اي حد يتكلم عن قومية او انفصال يتسجن او يختفي. بس في نفس الوقت بنى دولة قوية، اقتصادها منافس، جيش ضخم، وتحالف مع دول كتير، وكان ليه علاقة صداقة مع الرئيس جمال عبد الناصر. وفي محور جوزيف تيتو الشهير في القاهرة منتخب كرة قدم من أقوى المنتخبات في أوروبا. يوغوسلافيا في السبعينات والثمانينات كانت قوة كروية، وصلوا نصف نهائي يورو سنة 1968، خدوا المركز الرابع في مونديال 1962، وكان فيهم لاعبين أساطير. لكن في سنة 1980 تيتو مات، ومعاه بدأ شبح التفكك. من غير تيتو كل جمهورية بدأت تفكر في نفسها. الصرب حسوا انهم الأقوى ولازم يسيطروا، الكروات قالوا احنا مش عايزين نبقى تحت حكم صربيا، البوسنيين كلهم بدأوا يطالبوا بالاستقلال. كرة القدم بقت للأسف ساحة الحرب الأولى. مباريات الدوري اليوغوسلافي بقت معارك، وكل ماتش كان بيتحول لشغب وهتافات عنصرية وشعارات قومية وعنف في المدرجات. الحكومة الصربية بقيادة سلوبودان ميلوشوفيتش كان قومي متطرف، كان بيستخدم الشرطة اللي معظمها صرب علشان تقمع الكروات. فالتوتر كان بيزيد يوم عن يوم لحد ما جه يوم 13 مايو سنة 1990 ماتش دينامو زغرب ضد ريد ستار غير مجرى التاريخ. قبل ما نوصل للحظة الركلة لازم تتعرف على البطل أو الشرير على حسب مين بيسأل. بوبان مواليد 1968 كان عنده موهبة غير طبيعية، انضم لأكاديمية دينامو زغرب وهو عنده 8 سنين، وبدأ مسيرته في هايدوك سبليت. في سن ال 16 انتقل للفريق الأول في دينامو زغرب. في سنة 1987 وهو عنده 19 سنة بقي قائد دينامو زغرب، أصغر قائد في تاريخ النادي. لاعب وسط وصانع ألعاب، تمريرات سحرية ورؤية تكتيكية. كان زيدان كرواتيا قبل ما زيدان يظهر حتى. طبعا بقي نجم المنتخب اليوغوسلافي تحت ال21، وقريب جدا يبقى أساسي في المنتخب الأول. الأندية الأوروبية الكبيرة بدأت تدور عليه، ميلان، يوفنتوس، ريال مدريد، كلهم عايزينه. مستقبله كان وردي، نجم صاعد، 21 سنة، العالم قدامه. لكن بوبان ما كانش
كانش بس لاعب كرة، كان كرواتي حد النخاع. في الفترة دي اواخر الثمانينات التوتر بين الكروات والصرب كان في اعلى مستوياته. كرواتيا كانوا حاسين انهم مضطهدين تحت الحكم الصربي. بوبان كان شايف ده كل يوم في الشوارع والملاعب وفي حياته، وفي قلبه كان في غضب متراكم، غضب كان محتاج شرارة واحدة عشان ينفجر. في صباح يوم 13 مايو سنة 1990 زغرب كانت مدينة متوترة. الماتش كان دينامو زغرب ضد ريد ستار. ده كان صراع بين شعبين على وشك الانفجار. من الفجر جماهير ريد ستار المعروفين باسم الدليجي اللي هم الابطال وصلوا زغرب بالالاف في قطارات وفي باصات، ومعاهم سكاكين وعصيان، وطبعا مع علم صربيا الكبير. الشرطة اليوغوسلافية اللي معظمها صرب ما عملتش حاجة، سابتهم يدخلوا الملعب مسلحين. في الجهة الثانية جماهير دينامو المعروفين باسم باد بلو بويز كانوا مستعدين برضه، كانوا عارفين ان الماتش مش هيعدي بسلام. الملعب كان مليان حوالي 40,000 متفرج، توتر رهيب وهتافات عنصرية من الطرفين. قبل ما الماتش يبدأ حتى الجماهير الصربية رفعت لافتة مكتوب عليها زغرب جزء من صربيا الكبرى. الجماهير الكرواتية ردت بهتاف تسقط يوغوسلافيا وتحيا كرواتيا. الشرطة بدل ما تفصل بدأت تضرب الكروات بالعصيان، وقبل ما الحكم يصفر بداية المباراة حتى الشغب بدأ. جماهير ريد ستار كسروا الحواجز وهجموا على المدرجات الكرواتية، حجارة وسكاكين، والشرطة ما اتدخلتش، بالعكس بدأت تضرب الكروات. المباراة بدأت في جو من الفوضى الكاملة. في الدقيقة 60 تقريبا كانت اللحظة التاريخية. اللعب كان متقطع، اللعيبة كانوا حاسين باللي بيحصل في المدرجات، الحكم مش قادر يسيطر، والعنف في المدرجات خرج عن السيطرة. وبيجي الماستر سين. بوبان اللي كان بيلعب في وسط الملعب شاف مشهد قدامه وقف قلبه. مشجع كرواتي شاب على الارض وشرطي صربي واقف فوقيه بيضربه بالعصايه، بيضربه في راسه وفي ظهره وفي كل مكان في جسمه. بوبان في اللحظه دي قال بعدها في حوار: حسيت ان لو ما عملتش كده هبقى خاين. جري باقصى سرعته وصل للشرطي، ومن غير ما يفكر في العواقب رفع رجليه اليمين، وانتوا عارفين اللي حصل. الشرطي وقع على الارض والملعب اتجمد لثانيه، وبعدها انفجر. شرطة صربيا صاروا للشرطة ابن بلدهم، هجموا على الملعب، ولاعيبة دينامو دافعوا عن بوبان، والجماهير نزلت على الارض. غاز مسيل للدموع وضرب ودم وصراخ، فوضى كاملة. اللي حصل مش بس كان قدام 40,000 متفرج والشرطة واللاعبين، ده اتبث على كل تلفزيونات يوغوسلافيا وقتها. بعد الماتش الاعلام اليوغوسلافي انقسم. الاعلام الصربي قال ان بوبان ارهابي معتدي قومي متطرف، لكن الاعلام الكرواتي قال بوبان بطل ودافع عن شعبه، رمز للكرامة ومقاوم للظلم. لكن الحقيقة ان اللحظة دي كانت نقطة اللا عودة. بعدها بأسابيع يوم 25 يونيو كرواتيا اعلنت الاستقلال عن يوغوسلافيا، لكن صربيا رفضت، وبدأت حرب البلقان الحديثة. حرب أهلية راح فيها حوالي 100,000 قتيل، ملايين اللاجئين، مذابح ومجازر، تطهير عرقي ودمار شامل. كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، كلهم انفصلوا، كل واحدة دفعت ثمن الانفصال بالدم. بوبان عرف انه مش هيقدر يعيش في يوغوسلافيا، كان مطلوب ومعرض للاعتقال، ربما الأسوأ الموت. سنة 1991 نادي باري الإيطالي عرض عليه عقد. بوبان سافر إيطاليا ولعب معاهم موسم واحد على سبيل الإعارة، وبعدين انتقل لإي سي ميلان، وهناك بقى أسطورة من أساطير روسونيري في العصر الذهبي. لعب مع مالديني وكوستا كورتا وباريزي وفان باستن، بقى واحد من أعظم صناع الألعاب في التسعينيات. حقق معاهم 4 مرات الدوري واللقب الغالي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة 4-0. السوبر الإيطالي وكاس السوبر الأوروبي، لكن قلبه كان دايما كرواتي. وقتها كرواتيا بقت دولة مستقلة من 7 سنين بس، تأهلت لأول كاس عالم ليها في تاريخها سنة 1998. بوبان كان القائد. المنتخب الكرواتي كان مليان نجوم، والمفاجأة أنهم وصلوا للمركز الثالث في كاس العالم. كرواتيا الدولة الصغيرة اللي خرجت من حرب كروية مدمرة، هزمت ألمانيا وهولندا، وقفت قدام العالم وقالت احنا هنا. بوبان في المباراة النهائية على المركز الثالث ضد هولندا لعب 90 دقيقة كاملة، وبعد الماتش وقف في وسط الملعب ورفع علم كرواتيا. يوغوسلافيا رسميا انتهت سنة 2006، انقسمت ل7 دول: صربيا وكرواتيا، سلوفينيا والبوسنة والهرسك، الجبل الأسود اللي هو مونتينيجرو، مقدونيا الشمالية. كل دولة لها علمها ومنتخبها وهويتها. والمنتخب اليوغوسلافي اللي كان من أقوى منتخبات أوروبا
بقى مجرد ذكرى. بعد سنين الصحفيين كانوا بيسألوا بوبان نفس السؤال، هل بتندم على الركلة؟ كان دايما بيرد نفس الإجابة، لو رجع بيا الزمن كنت هعمل نفس الحاجة، أنا مش بطل، أنا إنسان شاف ظلم واتحرك، لو سكت وقتها كنت هعيش باقي حياتي جبان. في حوار سنة 2010 مع صحيفة ذا جارديان، بوبان قال الناس بتفتكر إن الركلة دي هي اللي بدأت الحرب، لكن الحقيقة إن الحرب بدأت من زمان، في القلوب، في الشوارع، في الكراهية المتراكمة. أنا بس كنت المرآة اللي عكست اللي كان حاصل. وقال ان كرة القدم للأسف اتحولت من لعبة لساحة حرب، الملاعب بقت اماكن لتصفية الحسابات السياسية، الجماهير بقت جيوش من غير سلاح. طب والشرطي اللي اتركل فاكره اصلا؟ مش في دماغك، عشان بوبان بطل القصة اسمه رفيق احمدوفيتش، شرطي صربي كان بينفذ اوامر. في حوار نادر سنة 2015 الشرطي قال انا كنت بعمل شغلي، وبوبان كان بيدافع عن شعبه، كلنا كنا ضحايا لنظام فاسد، استخدمنا كأدوات لحرب مش بتاعتنا. وقال انا مش زعلان من بوبان، انا زعلان من اللي خلانا نوصل للحظة دي. الدرس اللي محدش اتعلمه، المشكلة ان التاريخ بيعيد نفسه، حتى دلوقتي في البلقان التوترات العرقية لسه موجودة، صربيا وكوسوفو لسه في صراع، البوسنة لسه منقسمة داخليا، وكرة القدم للأسف لسه بتستخدم كأداة سياسية. في النهاية القصة دي مش ركلة، القصة عن ازاي الرياضة ممكن تتحول لحرب، ازاي الكراهية ممكن تتراكم لسنين وتنفجر في ثانية، ازاي لاعب كورة قرر يبقى انسان قبل ما يبقى رياضي. بوبان كان ممكن يسكت، كان ممكن يكمل الماتش، كان ممكن يحافظ على مستقبله وعقوده وشهرته، لكنه اختار يدافع. وسواء انت شايفه بطل او مجرم، هو علم العالم درس، في لحظات معينة السكوت بيبقى اخطر من الفعل. الرسالة الأخيرة، بوبان دلوقتي عنده تقريبا 57 سنة، ورئيس مجلس إدارة نادي دينامو زغرب، ويشتغل على نشر السلام، وكان نائب الأمين العام للفيفا سنة 2019، وكان من مؤيدين دخول تقنية الفار لكرة القدم. في حوار لي سنة 2022 قال أتمنى أن الأجيال الجديدة ما تشوفش الملاعب كساحات حرب، تشوفها كأماكن للفرح، للوحدة، للإنسانية، لأن الكرة في الأصل كانت لعبة قبل ما الإنسان يحولها لحرب. وقول لي رأيك، هل بوبان كان بطل ولا مجرم؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وقولوا لي عايزين قصة ايه المرة الجاية. صلي على الحبيب، قلبك يطيب، والى لقاء قريب.